متخيل قد ايه شعور صعب فكره ان انت تكوني مش مصدقه الكلام اللي بيتقال لك، وقد ايه انت ممكن تكوني مش حاسه بامان، وده تعبك انت في حياتك، انت اول واحده تعبانه طبعا. وهنا عندي سؤال، هل احساسي بعدم الامان ده او ان انا مش مصدقه ده من شخص معين ولا ده مع كل الناس؟ ولو شخص معين، هل في حاجه انا شفتها في الشخص ده فعلا مش مطمناني، ولا الاحساس ده جاي مني انا؟ لو اللي قدامي لا ما عملش حاجه وانا بدون سبب بشك، وبدون سبب انا مش مطمنه، وبدون سبب انا مش مصدقه، يبقى الموضوع عندي انا، وبالتالي محتاج اتعامل معاه. اسهل طريقه ايه؟ ان انا اروح لحد مختص هو اللي يساعدني في الحته دي. فقدامي حاجتين: لو هي مجرد افكار مش مطمناني، محتاج كوتشنج يساعدني. لو عندي ثقه بسبب مثلا ازمه حصلت في الطفوله او حاجه معينه انت عارفاها، انا محتاج ثيرابي او معالج نفسي. فكأنه محتاجه كده كده حد مختص يساعدك احسن، والموضوع سهل باذن الله يساعدك. بس اسالي نفسك انت هتبقى محتاج كوتش، فدي حاجه افكار حاليه موجوده، ولا حاجه متعلقه بالطفوله مثلا فمحتاج